السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايف اللاعب ده ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك، ودي صورته قبل ما ربنا يبتليه بمرض. طب شايف الصورة دي؟ هو نفس اللاعب برضه، لكن بعد ما ربنا ابتلاه بمرض السرطان عافانا الله وإياكم. مات ابراهيم شيكا من يوم او يومين. في البداية عايزك تصلي على سيدنا النبي في الكومنت وتشترك في القناة، ويلا بينا. انا جاي اقول لك ان دوام الحال من المحال. دوام الحال من المحال. ابراهيم شيكا كان بيلعب في نادي الزمالك من احسن الانديه وفلوس وشهره ومال ولكن مفيش حاجه بتنفع يا جماعه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا فلوس هتنفعك، ولا شهره هتنفعك، ولا مال هينفعك، ولا اي حاجه في الدنيا دي كلها هتنفعك. اللي هينفعك بس قربك لربنا، تقواك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنموت كلنا يا جماعة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. مفيش حد هيخلد على الدنيا دي. مفيش حد هيخلد على الدنيا دي. أنت بين لحظة واحدة يجيلك شوية مرض، خلاص شكرا. مستني إيه؟ ارجع لربنا سبحانه وتعالى. مستني ايه؟ الدنيا النبي وصفها وقال: انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. عارف يعني ايه؟ يعني كأنك مسافر كده سفر وتعبت في السفر بتاعك، او الشمس شديدة عليك فقعدت تحت شجرة 5 دقايق تستظل فيها. هكذا هي الدنيا، ساعة. هكذا هي الدنيا يا ابن آدم. إنما أنت أيام، إذا انقضى يومك انقضى بعضك. يعني أنت عبارة عن مجموعة أيام، كل ما بيعدي يوم كل كأنك بتقطع حتة كده من جسمك. كل ما بتقرب من أجلك، بتقرب من موتك، بتقرب من لقاء ربنا سبحانه وتعالى. مستني إيه؟ هيا بنا إلى التوبة قبل فوات الأوان. قبل ما تروح هناك وتقول: يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. لما تعرف مصيرك وتعرف قد إيه إن الدنيا ملهاش أي قيمة، وتشوف الجنة والنار، وتشوف العذاب والعقاب، وتقف قدام ربنا وتشوف المنظر المهول المخيف، وتشوف كل ده، تقول بقى: رجعوني رجعوني. لا، أنا ما كنت غافل، كنت ناسي، كنت بس بعد إيه؟ هيرد عليك الملك ويقول لك: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص فات الأوان. كان معاك الدنيا، عشت في حياتك 30 40 50 60 70، ما عملتش ليه؟ كانوا بيذكروك بالموت ويذكروك بالآخرة، ما عملتش ليه؟ كنت غفلان ليه؟ انت ما فقتش الا دلوقتي ليه؟ كانوا دايما بيقولوا لك في حساب وفي عقاب، وانت كنت ولا هنا. كنت غفلان في الشهوات والملذات والفلوس، وتسرق من هنا وتجيب من هنا ليه؟ يا جماعة، الناس اللي بتاكل حرام ليه بتوكل أولادك حرام؟ ليه بتدخل عليهم الوبال والخسارة والخسارة والندامة؟ ليه تدخل على أولادك كده؟ مش هينفعك أي شيء بعد ما جمعت كل المال ده وما همكش لا حلال ولا حرام ولا وكل ده وحطيته كله فوق بعضه. هينفعك؟ مش هينفعك في الآخرة. طب وفي الدنيا برضه مش هينفع. هتروح وولادك هيبهدلوه مفيش حاجة هتستمر، لأن اللي هيجي من حرام هيروح في حرام، واللي هيجي من حرام ربنا مش هيبارك فيه، عمره ما هيبارك فيه، ولا هيبارك لك ربنا لا في مال ولا في ولد ولا في أي حاجة. يا جماعة افهموها وعقلوها كويس. الموت قد يأتي فجأة. الموت أينما تكونوا يدرككم الموت. في حد هرب من الموت؟ سمعت عن حد قبل كده هرب من الموت؟ سمعت عن حد قدر يهرب من ملك الموت؟ مفيش. هتروح قدام ربنا وهتقول له ايه؟ هتنزل قبرك والملكان هيطلعوك ويقولوا لك، وتصحى وتقول، هتقول لهم ايه؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ هتقول ايه؟ ما انت معكش حاجة تقولها، ما انت خلاص حياتك انت كنت غفلان في الدنيا، ناسي في الدنيا فهتنسى في القبر. هي هكذا، ان نسيت ربنا في الدنيا هتنسى في القبر، ومش هتعرف تقول حتى ربي الله. كلمة سهلة ولكن مش سهلة. كلمة سهلة ولكن مش سهلة. مش سهلة على صاحب المعاصي، مش سهلة على اللي كان دايما حياته كلها معاصي وذنوب وكل ده. ربنا يعافينا وإياكم، وأسأل الله أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.